رئيسة التلفزيون المصري، أنا مش هذيع المسلسل ده هنا لأن أنا ما بحبش مسلسلات الجلاليب والعمم. فأحكي لك حكايتنا النهاردة عن واحد من أشهر المسلسلات المصرية في تاريخ الدراما، وهو مسلسل الضوء الشارد. بتبدأ الحكاية لما المؤلف الكبير ورائد فن الكتابة في الدراما الصعيدية الأستاذ محمد صفاء عامر بينتهي من كتابة حلقات مسلسل الضوء الشارد، وهنا بيعقد جلسات عمل طويلة مع الأستاذ مجدي أبو عميرة علشان يشوفوا الترشيحات وإزاي المسلسل هيصوروه. وهنا الاستاذ محمد صفاء عامر توقع ان هو لما يعرض الورق على الاستاذ مجدي ابو عميره هيقول له على طول ان هيجيبوا البطل الاستاذ احمد عبد العزيز، وخصوصا ان هو ليه نجاحات كبيره مع الاستاذ مجدي ابو عميره وعمل معاه صعيدي ونجح فيه جدا. ولكن هنا الاستاذ مجدي ابو عميره بيقول لمحمد صفاء عامر انا مش هجيب احمد عبد العزيز، انا هجيب ممدوح عبد العليم. انا نجحت مع احمد عبد العزيز في اكتر من حاجه، فمش لازم يبقى طول الوقت هو الممثل اللي انا بجيبه في اعمالي يعني. فممدوح عبد العليم هو انسب شخص للحكايه دي. هنا محمد صفاء عامر بيقول له بس ازاي ممدوح عبد العليم يعني عينيه خضراء وممكن ما يليقش قوي في دور الصعيدي، ولكن بيصمم مجدي ابو عميره وبيكملوا قعدات وجلسات لحد ما بيوصلوا لشركه الانتاج اللي هي كانت صوت القاهره للصوتيات والمرئيات. وهنا برضو بتعترض الشركه وبتقول لهم انتوا ازاي هتجيبوا ممدوح عبد العليم ده ابيضاني وعينيه خضراء ويعني هيبقى بعيد خالص اوت اوف ذا كاست يعني في الحكايه. فهنا برضو بيصمم بس المره دي الاثنين محمد صفاء عامر ومجدي ابو عميره، وبيكملوا القعدات لحد ما بيكلموا الاستاذ محمد رياض اللي بالمناسبه عينيه خضراء برضه، فكان انسب حد يعمل دور اخو رفيع العزايزي. ولكن محمد رياض بيعترض وبيقول لهم الدور مش مناسب بالنسبه لي، انا الفتره دي بعمل بطولات وهنا فارس العزايزي بيموت في الحلقه 18 فانا مش موافق على القصه دي. وبيرفض الدور 4 مرات لحد ما ابتدى ما لقاش حجه، ابتدى يعلي في اجره جدا والشركه المنتجه توافق لحد ما الراجل بيرضخ يعني وبيمضي المسلسل بيكتمل الكرو بتاعه. وقبل التصوير بيوم بيتفاجئ الاستاذ مجدي ابو عميره المخرج بالاستاذه منى زكي بتكلمه في التليفون وتقول له انا حاسه ان انا مش حلوه في الدور ومساحته كبيره عليا وهمثل وحش فانا بعتذر عن الشخصيه دي. هنا بيحاول الاستاذ مجدي ابو عميره يقنعها ان الكلام ده عباره عن اوهام وهي قدام كاميرته هتطلع نجمه والدور ده هيكون سبب في انطلاقتها، ولكن دون جدوى هي رافضه تماما. لحد ما مجدي ابو عميره بيكلم الاستاذ يوسف شعبان اللي كان مشارك في بطوله المسلسل وفي نفس الوقت كان رئيس نقابه المهن التمثيليه، اللي على طول بيكلم منى زكي وبيقول لها مفيش ممثل بيعتذر قبل التصوير بيوم يا منى، ده مسلسل كبير وناس محترمه وانت لسه في البدايات، فما ينفعش تبقى دي السمعه بتاعتك ان انت بتسيبي الاعمال او بتعتذري على الاعمال قبلها بيوم. تعالي وصوري وان شاء الله الدور ده يكون سبب انطلاقتك يعني. وبيكتمل فريق الممثلين وبيخشوا يصوروا وبينتهوا من التصوير، وبعدين بينتهوا من المونتاج والمكساج والموسيقى التصويريه، وخلاص دخلنا على شهر رمضان وأسرة المسلسل قاعدة مستنية تاريخ عرض المسلسل يبقى الساعة كام، لحد ما بيتفاجئوا بالأستاذة سهير الإتربي رئيسة التلفزيون المصري بتقول لهم المسلسل ده مش هيتذاع هنا، قصدها هنا على القناة الأولى والقناة الثانية لأن دول القناتين الرسميتين للبلد واللي بيذيعوا المسلسلات وأكبر قناتين موجودين يعني. فأنا مش حابة إن هو المسلسل يتذاع هنا على القناة الأولى ولا القناة الثانية، لأن أنا مش بحب مسلسلات الجلاليب أو الحاجات اللي فيها عمم وكلام من ده. احنا عندنا دراما تانية واشكال تانية من الدراما هنزعها، انما الضوء الشارد ده مرفوض تماما يعني. هنا طبعا اسرة المسلسل بتصاب بحالة من الاحباط ان المسلسل يعني خد وقت في تصويره فازاي مش هيتذاع. الشركة المنتجة بتقرر انها تذيعه على قناة نايل تي في. هنا على طول مجدي ابو عميره بيكلم الاستاذة سناء منصور رئيسة نايل تي في بيقول لها النايل تي في دي قناة تعتبر اجنبية والمحتوى بتاعها كله اجنبي، ازاي هتذيعوا عليها الضوء شارد؟ لو سمحتي ارفضي عرض المسلسل ويبقى يتذاع بعدين ربنا يسهل، انما ما ينفعش يتذاع في نايل تي في. هي قالت له الاستاذه سناء منصور على فكره انا اتفرجت على المسلسل حلقاته كلها ومسلسل قوي جدا وهيكسر الدنيا وهتشوف، لان المنتج الحلو الناس بتروح له ايا كان القناه بتاعته ايه. وفعلا المسلسل بيتذاع في 20 ديسمبر 1998، وبعد اذاعه المسلسل بيعمل نجاح مدوي ونجاح كبير جدا، حتى يعني كان في نفس التوقيت مهرجان الاذاعه والتلفزيون، فبيخش في المهرجان ده مجموعه المسلسلات لنفس السيزون وبتنافسوا على الجوائز. مسلسل الضوء الشارد حصد الجائزه الذهبيه في التمثيل والاخراج والتاليف وقش كل الجوائز بالبلدي كده يعني، وعمل نجاح كبير لحد ما تقرر
قرر ان السنه اللي بعدها على طول وتحديدا في 30 يناير 1999 ان هو يتذاع على التلفزيون المصري، وبيعمل برضه نجاح كبير جدا جدا جدا. المسلسل تابعه كل طوائف المجتمع متابعه قويه جدا، حتى كان منهم السيده سوزان مبارك حرم الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، يعني كان ليها تصريح شهير وقت عرض المسلسل وقالت ان انا مش بعمل مشاويري غير لما بتفرج على الحلقه بتاعه الضوء الشارد. قد ايه مسلسل ناجح، قد ايه مسلسل قوي، اتذاع فوق ال 20 مره لحد النهارده، وكل ما يتذاع الناس تتابعه بنفس الشغف وبنفس الحب وبنفس التفاعل مع الاحداث. وخصوصا يعني في الصعيد الناس هناك كان المسلسل بالنسبه لها الفه كبيره جدا. وكمان ما نقدرش ننسى ابداع الاستاذ ياسر عبد الرحمن في الموسيقى التصويريه، انه عمل لنا مزيكا عايشه لحد النهارده، حتى لما بنخش اي فرح نلاقي الدي جي او القاعات مشغله المزيكا. فمليون تحيه للاستاذ ياسر عبد الرحمن على ابداعه في هذه المزيكا. وهنا عايز اقول حاجه على فكره الناس اللي هي بتعترض على الجلابيه الصعيديه او الريفيه. الجلابيه الصعيديه او الريفيه دي طلعت عمد ورؤساء ووزراء، وحتى الناس العاديه البسيطه بتبقى ناس محترمه واصحاب اخلاق واصحاب اصول وعندهم عقيده وعندهم تراث يعني قوي جدا محترم جدا. فطول عمر الجلابيه الصعيديه والجلابيه الريفيه شرف لاي حد ان هو يلبسها، وخصوصا انها معروفه يعني انها من اعرق الملابس المصريه اللي موجوده في تاريخنا يعني. فشكرا للجلابيه المصريه وللجلابيه الصعيديه والريفيه، مليون تحيه ليها يعني. المهم المسلسل بينتهي، وبعد عرضه بسنه تحديدا الناس قعدت تدور على احد البطلات اللي كانت مشاركه في بطوله المسلسل، وهي الفنانه جيلان ابراهيم. الناس كانت بتتساءل هي راحت فين. حقيقه ان هي بعد المسلسل اتجوزت على طول من ضابط، وبعد فتره اكتشفت ان الضابط ده مدمن. وفي سنه 2000 وتحديدا في شهر مارس يوم عيد ميلادها كانت الست حامل يعني، والضابط ده قتلها. فيعني الله يرحمها. للناس بس اللي بتسأل هي راحت فين، اعتذرت او بطلت او سافرت، لا هي ما اعتذرتش ولا بطلت ولا سافرت، هي اتجوزت بعد المسلسل على طول، وزوجها قال لها ان انت لازم تعتذري وتتفرغي للبيت. الست بتوافق، ولكن بعد سنه وهي حامل، وتحديدا في مارس سنه 2000 الراجل ده يعني بسبب الغيره القاتله بيقتلها وبيعترف على جريمته بعد كده يعني، وبياخد جزاؤه. الله يرحمها ويرحم اي حد شارك في المسلسل توفاه الله. ان شاء الله باذن الله نلتقي في حكايات فنيه اخرى وكواليس فنيه اخرى في احكي لك الحكايه. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.